أهلاً بيكم في الموسم الثاني من برنامج بيزنس في كلمتين اللي بنجاوب فيه على أهم أسئلة بتشغل البيزنس أونرز في مصر. وإحنا لسه بنتكلم عن موضوع التمويل والخدمات غير المالية. أي ستارت اب، أي SME جديدة أو قائمة محتاجة يبقى عندها فكرة ناجحة، محتاجة يبقى عندها ريسورسز قوية. ولكن هل ده كل حاجة عندنا؟ لا، في حاجة مهمة جداً بتنقصنا هنا، وهي شبكة العلاقات، النتوركينج بتاعنا. ببساطة النتوركينج هو إن إحنا نبقى موجودين في المكان الصح في الوقت الصح مع الناس اللي بنشتغل معاهم. شبكة العلاقات مهمة قوي إن إحنا نبقى متواجدين مع بيزنس كوميونيتي ممكن تكبرنا وتنمينا، مع مبادرات تخص النشاطات اللي إحنا بنقدمها للمرحلة اللي إحنا فيها. من أمثلة النتوركينج المعارض اللي بتتقدم حوالينا في مصر، بنقدر نشوف إنه المعارض دي بتقدم لنا شبكة علاقات من موردين ومن عملاء، وبنقدر نبني شراكات، بنقدر نشوف السوق فيه إيه جديد، بنقدر نشوف طلبات العملاء إيه، بنقدر إن إحنا نلاقي بدل المورد 10، بنقدر نسمع كل تطور بيحصل عندنا في السوق في الصناعة بتاعتنا. النبض في المعرض بيدينا معلومة وبيدينا الحدث، وبنقدر إن إحنا نكسب معلومات كتيرة جدا بطريقة بسيطة. حاجة تانية مهمة كمان غير المعارض هو التحاقنا واشتراكنا في جمعيات رجال أعمال. كوميونيتيز دي بتغذينا وبتغذي الصناعة بتاعتنا وبتأمننا، ما بنحسش إن إحنا بنشتغل في نشاط محدش عارف عنه حاجة، أو نشاط مفيش حاجة جهة بتسنده. بالعكس، النتوركينج ده بيقوي البيزنس بتاعتنا. حاجة تانية كمان الغرف التجارية، الغرف الصناعية، جمعيات التصدير، كل ده بيفتح لنا أفاقنا على أسواق خارجية. الممبرشيبس بتاعتنا حتى لو الاستفادة الدايركت مش هتحصل في اللحظة دي، إن أنا أبقى داريانة بالسوق بتاعي، مين البلايرز اللي فيه، مين اللي بيحطوا الترندز في الاندستري بتاعتي، مين الناس اللي عدت بتحديات كبيرة تقدر تشاركنا خبراتها. بنبص بنلاقي إن إحنا بنطمن، بنكسب ثقة، بنكسب شبكة علاقات، وما بنبقاش لوحدنا في الموضوع ده. البنك الأهلي المصري مش مجرد بنك بيوفر تمويل. البنك الأهلي المصري شبكة علاقات محلية ودولية ضخمة جدا، بتقدر إنها توصلكم بالمستثمرين، ببرامج تنموية، ببرامج ريادة أعمال، بالجهات اللي تقدر تدي شركتكم دفعة قوية للنمو. الانكوبيترز اللي هي حاضنات الأعمال بتدعم الشركة أو الفكرة في المراحل الأولى، بتساعدنا إن احنا نحول الفكرة لخطة عمل ونبتدي نتعلم أساسيات البيزنس. نيجي بقى للأكسلريتور، مسرعة الأعمال، بتيجي في مرحلة بعد مرحلة الانكوبيتر. المرحلة دي بنبتدي إن احنا نفكر هنسكيل إزاي، هننمو إزاي. بيبقى فيه ترينينجز، تدريبات، بيبقى فيه سيد فاندنج اللي هو التمويل الأولي، مبلغ صغير كده عشان نقدر إن احنا نبتدي فيه. لو عايزين نعرف أكتر على دور البنك الأهلي المصري في دعم ريادة الأعمال، بنبص مع بعض على برنامج رالي أكسلريت التابع للأكاديمية البحرية. بنبص برضو عندنا برنامج مهم جدا، برنامج بلاج اند بلاي. البرامج دي بتهتم برواد الأعمال في مراحل نمو مختلفة، بتقدر تأمن لهم فرص نتوركينج قوية جدا، بتأمن لهم انفتاح على المستثمرين، بتأمن لهم طريقة عرض، طريقة كلام، كل التولز اللي الانتربرينورز بيبقوا محتاجينها، والبنك الأهلي المصري بيبقى عايز يشوف نماذج منها طالعة في المجتمع النهاردة وفي القطاع الخاص. كل ده معناه إنكم مش لوحدكم. مع البنك الأهلي المصري تقدروا تلاقوا شبكة تدعمكم كأنتربرينورز وتدعم مشاريعكم والبيزنس بتاعتكم من أول الفكرة لغاية التوسع في أسواق جديدة. تواصلوا معانا وإحنا هنعرف هنساعدكم إزاي.